كشري التحرير ده من اكتر البراندات او من اكتر المحلات اللي بتعمل كشري الكواليتي بتاعها ثابت بقالها زمن. اكتر حاجه بحبها ان هم اللي مخترعين فكره ان التقليه تبقى باكنج لوحدها، الحاجه باكنج لوحدها. كل المطاعم بعد كده خدت من التحرير زي ما قلت لكم بالظبط، جايب كل حاجه كده لوحدها، فاحنا هنستكشفهم مع بعض. كشري التحرير جاي بسعر 65 جنيه. بصوا مبدئيا كده كميه العدس اللي بجبه اللي محطوطه. اكتر حاجه عجباني بصراحه، بص هو يعني الخامات مش مستخسر خالص، يعني بص على الوش كده كميه عدس بجبه ماليه الطبق كله، والحمص حمص كبير مش حمص صغير، لا بصراحه عالمي. بص هو حاطط من تحت مكرونه على طول، ودي الحطه المثاليه. خلي بالك هو انت لما بتيجي تحط الكشري تحط رز في الارض وبعد كده بتحط المكرونه. بصوا شكل المكرونه عامل ازاي، شكل المكرونه اللي مستخدمينها هنا نظيفه جدا، مش باين فيها نشا خالص. بعد كده مع الطبق 2 شطه، 2 بصل محمر، بس واحد كده لون والتاني لون، بس اكيد مفيش فرق يعني، و2 دقه، وواحد صلصه. بصوا يا جماعه شكل الصلصه عامل ازاي، صراحه حاجه محترمه قوي يعني، محترمه محترمه. بص بقى على ايه، على الصلصه وهي نازله في قلب طبق الكشري. ما بطيقوش الكشري ده. نفتح بقى ايه واحد دقه كمان، تنزل كده بقى ايه. انا بحب الشطه قوي بس مش هحط شطه عشان الصيام، انت متخيل ان كده يعني هبقى كويس. ده انا الكولون هي ايه. ننزل بقى بالبصل المحمر كده، هننزل بواحد ونحط واحد في الاخر. والله حاسس اني هتبسط، حاسس اني هتبسط قوي من الطبق ده. بصوا كده على المعلقه، معلقه فيها من كل حاجه، والله طبق يخليك تشرق على الحياه والله العظيم. ايه الحلاوه والكمال ده، اقسم بالله ايه ده، ميكس ولا غلطه، والله العظيم الميكس ولا غلطه. ناس